السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله ده هيكون شرح الوحدة التانية من مادة الانجليش، يعني اللي هو الوحدة الوحيدة يعني اللي هتكون موجودة في امتحان الميد ترم ان شاء الله. ماشي. انا والله كنت عايز اشرح الايثكس، بس اللي هو الاخلاقيات يعني، بس المشكلة ان انا ما لحقتش اخلصها اصلا. انا ما ذاكرتش غير اول محاضرتين، انا ما كنتش بذاكرها من اول السنة. فربنا ييسر بقى، انتوا حاولوا تقروها كده. هو كده كده كلها عبارة عن بديهيات يعني، اخلاقيات وقوانين وقيم وحاجات كده. ماشي، ودعوا لي ان انا اخلصها انا كمان. ان شاء الله هنشرح الوحده ديت، واي حد يقف معاه اي حاجه زي ما قلت لكم دوت حساب الواتساب بتاعي. اي حد يقف معاه اي حاجه يبعت لي ويكلمني، وانا هرد في في اقرب وقت يعني هكون فاتح فيه النت. ماشي، نبدا. الوحده ديت بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن in and around the hospital، اللي هو ايه؟ عايزين نتكلم عن داخل المستشفى وحواليها. ماشي، in and around اللي هو داخلها وحواليها. فهنا بيقول لك preposition of place. ماشي، اللي هو ايه؟ حروف الجر. تمام، حروف جر المكان. فهنا بيقول لك in general we use في العموم، يعني احنا بنستخدم حروف الجر دي. حروف الجر اللي هي at وin وon وابوف وانتو وكل حروف الجر اللي هناخدها الوقت دي. ماشي، هنشوف كل حرف جر ايه استخدامه. ماشي، اول حرف جر عندنا اللي هو at. ماشي، حرف الجر at بيقول لك 4 بوينت يعني ايه؟ بص، انا at دوت بستخدمه لما اكون عايز اقول ان انا مثلا انا واقف في مكان ما. ماشي، او انا موجود في مكان ما. فبقول مثلا في هنا امثله اللي هي على at. بيقول لك at the center، اللي هو في ايه؟ في المركز. لو انت عندك مثلا دايره، عندك عايز اقول النقطه ديت موجوده في المركز، فاقول ايه؟ النقطه دي at the center. تمام. فديت بتشير للايه؟ مش بتشير لمكان عام. يعني ما اقدرش اقول مثلا at the hospital، لا ما ينفعش. ليه؟ لان هو دي المستشفى دي مكان كامل. اما at بتشاور على نقطه معينه في المستشفى. ممكن اقول at the angle، في زاويه من زوايا المستشفى يعني. اي، او ممكن at the bus stop، اللي هو في محطه الاتوبيس. تمام. او at the door، اللي هو على الباب دوت ما هوش مكان، الباب دوت جزء من الاوضه. ماشي، او at the top of the bag، اللي هو باج او بيج، دي بيج. ماشي، بيقول لك اللي هو يعني فوق الصفحه، نقطه يعني موجوده فوق الصفحه. ماشي، او at the end of the road، اللي هو في نهايه الممر او الطريق. ماشي، كده عرفنا آت المفروض هي بتتكلم عن المكان. المفروض بشاور عن مكان معين، ولكن جزء من المكان ده مش المكان كله، اللي هو بوينت، نقطة يعني. بعد كده حرف الجر ان، اللي هو بمعنى في. ماشي، حرف الجر ان بستخدمه امتى؟ بستخدمه لما باجي اقول حاجة، مثلا حاجة موجودة جوه حاجة. يعني مثلا كورة في صندوق، في هنا هتبقى ان. فهنا بيقول لك for an enclosed spaces، بيقول لك يعني المناطق يعني المغلقة. امثله على ان هنا بيقول لك in the garden، في ايه garden دي؟ قلت لي ان هي حديقه، بس حديقه مش مغلقه يعني، حديقه. ماشي، المهم يعني بيقول لك in the garden، اللي هو في الحديقه. ماشي، او in London، في لندن. تمام. in France. تمام. in a box، في الصندوق. الصندوق مكان مغلق. ماشي، in my pocket، في جيبي مثلا. in my wallet، في محفظتي. تمام. بعد كده حرف الجر on بمعنى على. ماشي، فهنا بيقولك بقى ايه؟ ان هو فور سيرفيس، اللي هو ايه؟ على الاسطح. لما اجي اقول حاجه فوق او على سطح ما يعني. ماشي، فهنا بيقولك ايه؟ يعني مثلا لو على صندوق، حاجه زي كده يعني. دوت لو صندوق اهوت، او دوت مربع عادي يعني، وقلت احط فوقيه كوره، يبقى on the box. تمام. اي، هنا بيقولك on the wall، على الحائط. او on the ceiling دوت، اللي هو السقف يعني. او on the door، على الباب. او on the يوم وقوف المسجل العالمي، كل شوية بيقف. تمام، نكمل. المهم وقفنا عند النير. قلنا النير ديت اللي هي بمعنى قريب. فقريب اللي هو يعني المساء، لما بيكون في
صندوق مثلا هنا وصندوق هنا، المسافة ما بينهم قليلة خالص فبنسميها نير، اللي هو دوت نير لده اللي هو قريبين من بعض. ماشي. بيزد اللي هو نيكست تو اللي هو بعده. تمام. اوبوزيت اللي هو مقابل ليه، اللي هو برضه هو زي كده بالظبط، بس هي ايه مقابل ليه، اللي هو الاتنين قصاد بعض. ماشي. اللي هو اتنين two sides in front of each other. تمام. اللي هو جانبين قدام بعض او زي كده. او on top of اللي هو ايه فوق فوق شيء حاجة يعني، اللي هو دوت صندوق يعني فوقه بقى، اللي هو on top في اعلى قمة فيه، اللي هو ايه at the upper part of something اللي هو في الجزء العلوي من شيء ما. at the bottom of بقى اللي هي عكس on top of، اللي هو on top of قلنا اللي هو فوق شيء ما، اما هنا on bottom at the bottom of اللي هي at the lower part of something اللي هو تحت شيء ما، اللي هو تحت الصندوق مثلا. ماشي. on the left اللي هو على الشمال، او on the right على اليمين. ماشي. بعد كده هنا بيقول لك حروف الجر او الحروف يعني حروف الحركة. ماشي. اللي بستخدمهم عشان اقول ان انا اتحركت من مكان لمكان، او من حتة عالية مثلا لحتة واطية او العكس. تمام. فهنا بيقول لك اول حاجة عندنا across. اول حاجة across دي اللي هو بستخدمها على اساس ايه، اللي هو خلال، انا مريت على، اللي هو زي ايه بيقولك movement from one side to other side، اللي هو بيقولك انا اتحركت من جانب لجانب اخر. تمام. اللي هو مثلا زي جانب الطريق، اللي هو انا اتحركت من الجانب بتاع الطريق اللي هنا للجانب اللي بعده. ماشي. فهنا بيقولك ايه movement from one side to the other side، اللي هو تحرك من جانب لجانب اخر لشيء ما. ماشي. زي مثلا مثال اهوت moving to the opposite side اللي هو الانتقال للجانب الآخر أو المقابل. ماشي. هنا في مثالين هم حاطينهم. it took us 3 days to drive across the desert. بيقولك يعني ان هو استغرق الامر 3 ايام او 3 ايام يعني 3 ايام كرتون هو 3 ايام يعني علشان نسوق العربية يعني الدرايف اللي هي القيادة 3 ايام قيادة علشان نعدي الصحراء. يبقى كروز دي بمعنى ايه نعدي او نتحرك خلال يعني. ماشي. عشان نتحرك خلال الصحراء. تاني مثال عندنا the dog run across the road and بقولك الكلب جري خلال او الى الجانب التاني من الشارع يعني، او اكروس اللي هو خلال الشارع. ماشي. المهم اكروس بتيجي بمعنى خلال. بعد كده الراوند بمعنى مثلا لو في عندي حاجة هنا انا عايز الف حواليها، فبقول انا لو ماشي كده بلف الراوند اللي هو حواليها. ماشي. فهنا بقولك ايه movement passing something in curved route اللي هو في حركة دائرية، زي ما قلت لك هي حركة دائرية هي. تمام. not going through it اللي هو مش through it اللي هو مش بعدي فوقيه، لا انا بعدي حواليه. ماشي. بعد كده بيقولك هنا مثال اهوت a big dog was sleeping on the floor so she had to walk around it. بيقولك ان الكلب كان قاعد على الكلب كان نايم قصدي على الارض، علشان كده هي اضطرت ان هي تلف حواليه. تمام. around it. بعد كده away from اللي هو بعيد عن. indicated اللي هي تشير يعني تشير indicated the point where a movement began اللي هو بيقولك ايه away from اللي هو بتشير للمكان اللي انا اتحركت منه. انا مثلا لو واقف هنا ماشي دوت المكان اللي انا اتحرك منه، فاتحرك هنا away from it اللي هو ايه بعيد عنه. away from يعني بعيد عنه. فهنا بقولك ايه away from indicating the point where a movement began بتشير للمكان اللي بدأت منه الحركة. go far from a starting point اللي هو يعني ايه الابتعاد عن نقطة البداية. فهنا مثال هو the mouse run away from the cat and escaped. بيقولك يعني ان جري بعيد عن القطة وهرب. تمام. بعد كده داون اللي هو يعني تحت. ماشي. فهو اللي هو الحركة تحت شيء ما. فهنا بيقولك movement from
a higher point to a lower point of something. بيقولك يعني الانتقال من نقطة مرتفعة لنقطة منخفضة، ماشي، لشيء ما. فهنا بيقولك مثال اهو، الأمثلة هي بيقولك they run down the hill to the stream below. بيقولك ان هم جروا من فوق التل لأسفل المجرى، ماشي، لو انتقلوا من مكان عالي لمنطقة أقل يعني في الارتفاع، ماشي. بعد كده he climbed down the ladder to the bottom of the wheel. بيقولك يعني ان هو نزل السلم الى اسفل البئر، يعني هو كان موجود فوق البئر وبعد كده نزل اسفل البئر. فهي هنا برضو داون بتعبر عن ان هو ايه، كان موجود في منطقة اعلى ونزل لمنطقة اقل في الارتفاع، تمام. بعد كده from اللي هو بمعنى من، اللي هو انا لو انتقلت مثلا من المدينة للكلية مثلا، ماشي، فمن ديت اللي هو بمعنى from، عشان اعبر عن ان انا انتقلت من مكان لمكان بستخدم from. بيقولك indicating the point where a movement began. بيقولك يعني ان هي بتشير للمكان اللي بدأنا منه الحركة، ماشي، اللي هو ايه، انا بدأت من المدينة مثلا للكلية، فيبقى from المدينة، ماشي، فالدوت المكان اللي بدأت منه الحركة اللي هو from the city، ماشي. المهم بعد كده we flew from بانكوك to لندن، اللي هو ايه، احنا طرنا من بانكوك للندن، دولت دولتين، ماشي. لندن ايا كان دولتين بقى او مدينتين، ايا كان بقى الموضوع ده. المهم يعني احنا طرنا من مكان اهوت، اللي هو شاورت لمين، فروم دي بتشاور للمكان اللي بدأت منه الحركة الى مكان اخر، تمام. بعد كده انتو او بمعنى الى يعني، ماشي، اللي هو انا بنتقل من مكان لداخل مكان تاني. فبيقولك هنا movement to an enclosed space، اللي هو التحرك، هتحرك من مكان لمكان مغلق، ماشي، اللي هو هتحرك مثلا مثلا زي المترو بيتحرك علشان يدخل جوه النفق، ماشي. فهتلاقي هنا بيقولك ايه movement resulting in physical contact، اللي هو بيقولك الحركة اللي بتسبب اتصال جسدي، يعني اللي هو ايه، انت مثلا اتحركت، لو انت هتدخل مثلا العربية بتاعتك هتفتح الباب وتخش، فهتبقى دخلت، اللي هو بمعنى into، الدخول ده بمعنى into، ماشي. فهنا بيقولك بقى الأمثلة هتبقى كويسة أكتر. he got into the car and closed the door، اللي هو بيقولك ايه، هو دخل بمعنى into يعني دخل، ماشي، دخل العربية وقفل الباب، ماشي. او the car crashed into the wall، اللي هو العربية تحطمت into داخل الجدار، ماشي، مش عارف ازاي تحطمت داخل الجدار بس يعني عادي. بعد كده off ديت بمعنى ايه، اللي هو بمعنى ترك، ماشي، اللي هو انت هتحرك شيء من مكان ما لمكان تاني، فهتلاقي الشيء دوت اللي هو على اساس الشيء دوت ترك المكان دوت. على مثلا على سبيل المثال يعني لو هتحرك الكتب بتاعتك من على الترابيزه، فهتبقى انت كده ايه، شلتها من على الترابيزه وحطيتها في مكان تاني. فاوف دي بقى اللي هو بمعنى ايه، شلتها، اللي هو movement away from، اللي هو التحرك بعيدا عن، ماشي. and often down from، وغالبا النزول من على شيء ما يعني. المثال اهوت بيقولك please take your paper off my desk، اللي هو ايه، لو سمحت خد الورق بتاعك من على الديسك بتاعي، ماشي، اهو take your paper your paper off، اللي هو ايه، هتاخده مبتعدا عن الديسك، ماشي. بعد كده the cat jumped off the table، كات جامبد اوف ذا تيبل، اللي هو القطة نطت من على الترابيزة، جامبد اوف يعني نطت طارقة الترابيزة. بعد كده onto onto هي on لوحديها بمعنى على، onto اللي هو ايه، التحرك من مكان لمكان تاني بس على سيرفيس بقى، على اعلى مكان تاني. فبيقولك هنا ايه movement to the top surface of something، اللي هو التحرك لأعلى نقطة في شيء ما. يعني مثلا لو قلنا ان دوت مثلا ايا كان الشيء ده، فانا عايز اتحرك من هنا لهنا، فهتلاقي هنا دي اسمها ايه on to، اللي هو ايه، هتحرك من مكان ل مكان مرتفع سيرفيس، ماشي. في مثال هنا هو بيقولك ايه they went up onto the stage، اللي هو ايه، هما
غادروا وراحوا وقفوا يعني فوق المسرح، ماشي. هنا بمعنى وقفوا فوق المسرح، ماشي. بعد كده المثال التاني move the cattle onto the counter، اللي هو ايه، حرك الكتل او شيل الغلاية يعني، حطها فوق العداد، تمام. onto بمعنى اللي هو يحرك من مكان ما لمكان تاني اعلى منه يعني، او الى مكان اخر، ماشي. بعد كده out of، اللي هو out of هنا بيقولك ايه indicating the included space where a movement began. بيقولك يعني ان هي بتشير للمكان مغلق، اللي هو يعني الحركة بدأت من عنده، ماشي. اللي هو move outside، اللي هو احنا هنطلعه. لو مثلا عندك صندوق وعايز تطلع منه كورة، اللي هو الصندوق مثلا ودي كورة انت عايز تطلعها منه بقى، فهتلاقي بيقولك ايه move the ball out of the box، ماشي. اللي هو ايه بره الصندوق. مثال هنا ومثالين. بيقولك take your hand out of your pocket and help me، اللي هو بيقول له شيل ايدك من جيبك، اللي هو ايه شيل ايدك ديت، بمعنى ايه out of، اللي هو شيلها، ماشي. شيل ايدك من جيبك وساعدني، ماشي. بعد كده المثال التاني بيقولك he went out of the room to smoke a cigarette. بيقولك ان هو خرج، او out of خرج من الأوضة علشان يولع سيجارة او يدخن يعني. بعد كده over يعني على حاجة فوق حاجة يعني، over يعني فوق، ماشي. فانا بقولك movement above and across the top of or top surface on something. بيقولك ان هو انا هعدي من فوق دوت مثلا something اهوت شيء ما يعني، هعدي من فوقيه، فهي ديت الايه الاوفر يعني. فهنا مثال اهوت we are flying over the mountain. بيقولك احنا هنا طرنا فوق الجبل، فوق هنا جايب معنى ايه over اهي، ماشي. بعد كده باست بمعنى عبر يعني، ماشي. فهنا بيقولك movement from one side to the other side of something، اللي هو اللي هو هتحرك من جانب لجانب اخر لشيء ما، ماشي. بسايد اللي هو على جانب يعني، او مش عارف دي باراليل اللي هي موازي يعني. الأمثلة هنا هو بيقولك هنا المثال الأول we could see children in the playground as we drove past the school. بيقولك يعني احنا بنقدر نشوف الأطفال بيلعبوا في الحديقة يعني، واحنا سايقين يعني معديين على أو بنعبر يعني معديين على المدرسة، ماشي. بعد كده we give the marathoners water as they run past us. بقولك ان احنا عطينا لعدائي الماراثون دولت، عطيناهم مية لما عبروا علينا، ماشي. عبروا هي جايب معنى عبروا، باص دي بمعنى عبروا، ماشي. بعد كده تو يعني الى، اللي هو انا هتحرك من مكان الى مكان اخر، فتو هنا بمعنى الى. فهنا بيقولك movement in the direction of something، التحرك في اتجاه شيء ما، ماشي. هنا مثال اهوت does this train go to London، اللي هو هل هذا القطار سيسافر الى، او الى هي سيسافر الى لندن، ماشي. بعدين through اللي هو خلال، ماشي. لو انا هعدي خلال شيء ما، فهنا بيقولك ايه movement in one side and out of the other side. بيقولك يعني اللي هو هتحرك من جانب ما للجانب الآخر بتاع شيء ما، ماشي. فهنا بيقولك ايه the train goes through a tunnel under the hill. بيقولك ان القطر يعني اتحرك يعني خلال النفق تحت الهضبة، ماشي. فهنا بقولك اللي هو ايه ثروغ، اللي هو خلال، دي بمعنى خلال، هعدي خلال شيء ما. هيبقى في صور دلوقتي هتوضح كل الكلام دوت، ماشي. بعد كده التوارد اللي هو باتجاه، اللي هو انا لو مثلا ديت حاجة اهوت انا معلق على الصندوق دوت، ماشي. انا عايز اتحرك باتجاهه، او يبقى دوت توارد، انا بتحرك كده باتجاه الصندوق، ماشي. توارد.
فهنا بيقولك ايه movement in the direction of something اللي هو التحرك في اتجاه شيء ما. هنا مثالين برضه اهو. the night sky got brighter as they drove toward the city. بيقولك أصبحت سماء الليل أكثر إشراقا أثناء توجهها نحو المدينة، أو توجهها نحو، أو فين التوجه نحو، toward أو drove toward the city اللي هو نحو المدينة أو في اتجاه المدينة. المثال التاني at last she could recognize the person coming toward her. بيقولك في النهاية هي عرفت قدرت تعرف الشخص اللي هو جاي ناحيتها اللي هو toward في اتجاهها. ماشي. بعد كده under. ماشي. under بمعنى تحت، اللي هو تحت دوت شيء اهوت ودوت تحته. فهنا بيقولك movement directly below something اللي هو في التحرك في اتجاه اسفل شيء ما. ماشي. فهنا مثال اهو بيقولك the mouse run under the chair اللي هو الفار جري under اهي اللي هو الفار جري تحت الكرسي. بعد كده مثال تاني على الاندر بيقولك submarines can travel underwater اللي هو يعني الغواصات تقدر تسافر تحت المية. تحت يعني بمعنى under اهي. ماشي. مش عارف ان اقدر اعمل كده. ماشي. المهم يعني بعد كده up اللي هي بمعنى فوق. ماشي. فهو هنا بيقولك movement from a lower point to a higher point of something اللي هو هتحرك من نقطة واطية لنقطة عالية لشيء ما. هي ديت الاب اللي هو فوق يعني. فهنا بيقولك جاك and جيل run up the hill. بيقولك ان جاك وجيل جروا فوق الهضبة. ماشي. اللي هو اتحركوا من مكان اقل في المستوى لمكان اعلى. ماشي. اللي هو اب اهي اب هنا اهي. بعد كده the boat takes 2 hours going up the river دوت and 1 hour coming down. بقولك ان القارب خد ساعتين علشان يطلع فوق او يطلع في النهر، وساعة علشان ينزل. ماشي. اهو دي الرسمة بتعبر عن الاتجاهات دي هتوضح اكتر من اي شرح. ماشي. دي اهم حاجة في الجزء ده. بقولك داون او هتتحرك من فوق لتحت، هو ده بمعنى داون. لو هتحرك من تحت لفوق بمعنى اب. لو هتحرك خلال شيء ما زي الدايرة دي كده بيبقى اسمها سروغ. ماشي. لو هتحرك فوق حاجة يبقى اوفر اللي هو هتحرك اوفر شيء ما. ماشي. اللي هو فوق شيء ما. بعد كده باست اهو هيعدي قدام الصندوق بس مش هيعدي فوقيه. away from او الصندوق الكرة هنا قريبة من الصندوق، فبعد كده هتعمل away from يعني هتبتعد عنه. بعد كده to الكرة هنا بعيدة وعايزة تقرب للصندوق فهتقرب الى الصندوق. to بمعنى الى. ماشي. هتقرب الى. بعد كده الراوند اللي هي الكرة هتلف حوالين البوكس يعني. ماشي. بعد كده into اللي هو هتدخل جواه. ماشي. بعد كده out of هتخرج منه. بعد كده onto اللي هو هتروح على السطح. ماشي. هيقف على السطح. بعد كده across اللي هو هيعدي من فوقيه يعني هيعدي خلاله يعني. بعد كده along اللي هو ما بين حاجتين اهو. ماشي. بعد كده off اللي هو هيغادر مكان ما. ماشي. بعد كده دي شوية أسئلة آخر حاجة في معانا. بيقولك verbs of movement أو أفعال الحركة اللي هي go بمعنى يذهب، وcome بمعنى يأتي، وtake بمعنى هو take بمعنى يأخذ. ماشي. بس هي هنا تبقى بمعنى ايه حاجة فيها حركة يعني. وباش اللي هو يدفع، وكاري اللي هو يحمل. دي كلها أفعال الحركة. أمثلة على أفعال الحركة بيقولك go up the hill اللي هو طلع فوق الجبل، أو take the bag off the table اللي هو خد الحقيبة من فوق الترابيزة. come near بص احنا مهم عندنا دلوقتي off دهيت اللي هو من الترابيزة. ماشي. و up دهيت. ماشي. و come near the window اللي هو ايه
أتى قريبا من النافذة. near دي بمعنى قريبا، ماشي. بعد كده push the wheelchair away from the entrance. بيقولك ايه؟ ادفع الكرسي المتحرك بعيدا عن المدخل، ماشي. المهم احنا عندنا اللي هنا away from هي المهمة، ماشي، اللي هو بعيدا عن. او carry the luggage down the stairs. بيقولك يعني احمل حقائب السفر اسفل الدرج، ماشي، يعني شيلها تحت الدرج. وهنا عندنا داون هي آه الحاجة المهمة، يعني الفعل المهم. وبكده يبقى خلصت المحاضرة دي. والله انا متضايق جدا ان انا ما شرحتش الاي 6، بس يعني انا مخلصتهاش اصلا، فهشرحها ازاي؟ معلش. السلام عليكم.